يلا نعمل أطيب قطايف ندوق اللي بجوز. للعجينة كل المقادير بتلاقون مكتوبين تحت الفيديو. منحرك المواد الناشفة مع بعضها، بس السميد بنحطه فوق الطحين، بعدين بنحركهم كتير منيح بعد ما نضيف المي. أنا هون زدت مي، بالآخر رح أكتب لكم كل شي تحت الفيديو. بنصفيهم بعد ما نطحنهم، نرجع بنصفيهم لنتأكد إنه ما ضل أي تكتلات، ونتركهم يرتاحوا 10 دقايق. هلا بمقلاية حامية ما بتلزق، ما بدنا ندهنها بولا شي، لهيك ضروري تختاروا مقلاية ما بتلزق. بس ينشفوا معنا بهذا الشكل بصيروا جاهزين. شوفوا ما شاء الله العجينة عن جد كانت رائعة. شوفوا ما أحلاها ما شاء الله. للحشوة بدي 3 معالق جبن قريش، حطيت عليهم معلقتين كريمة وهرستهم بالشوكة كتير منيح لحتى عطوني قوام القشطة. وعلى فكرة الطعمة ما كتير بتفرق وظريفة. حطيت عليهم نقطة مع زهر وحركتهم كتير منيح. هون حشيت العصافيري. لحشوة الجوز بدي نص كاسة جوز، عليهم معلقة جوز هند، ربع معلقة قرفة، ومعلقتين صغار قطر. شوفوا أصغر معلقة عندي. حركتهم كتير منيح وحشيت فيهم القطايف. هون تأكدوا انكم انتوا تسكروا القطايف كتير منيح. انا ساويت غلط، يا الله الغلط اللي ساويته، بس ما عليه، منيح انه ساويته لحتى انتوا انه اتذكر نبهكم عليه. هي العصافير شوفوا ما احلاهم. هلا انا هون نزلت القطايف بزيت مو حامي كفايه، ففتحت عندي القطايف وطلع الجوز منها كله بقلب الزيت، وصار المنظر مثل ما انكم شايفين. طبعا بس نشيل القطايف من الزيت لازم ننزلهم دغري بالقطر البارد. هيك بيكونوا اطيب قطايف جاهزين. لا تنسوا تجربون، تدعولي اكيد.